الله، الايس كريم الجميل ده. عملنا معاكم ايس كريم جميل جدا وطعمه لذيذ جدا جدا وطعمه تحفة. يعني بصراحة جربوه عشان طعمه جميل جدا جدا جدا. فتعالوا يلا عشان انتوا كمان تشوفوه اهو. وفي بالشوكليت وفي بالمانجا وفي بالفانيليا وفي برضو بالليمون وفي بالمشمش وفي بالفراولة بس تحت شوية. اوكي، حطوا لايك واشتراك ودفع الجرس. حتى كمان الشوكليت شوفوا، واو تحفة جدا. يلا تعالوا يلا عشان تجربوه، بس جربوا الايس كريم ده جامد جدا وسهل قوي في البيت. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين المقدمة قدمتها كارما حبيبة قلبي. زي ما انتوا شايفين هنا بقى هنعمل الجيلاتي. هنا حطينا 4 كوبايات ايس كريم ونص كوباية لبن بودرة، وهنا كمان هنحط 4 كوبايات مية بتلج، مية بتلج زي ما انتوا شايفين كده. وهنحط طبعا 4 معالق سكر، يبقى 4 كوبايات كريم شانتيه، 4 معالق سكر، 4 كوبايات مية ونص كوباية لبن بودرة. بصوا هنا بقى انا عايزة احكي لكم على حاجة. الفيديو ده بعد انا ما صورته بجد والله انا تعبت فيه قوي قوي. التليفون هنج معايا واتمسح منه جزء، الجزء الاولاني اللي هو قبل ما اعمل الكريم شانتيه. وانا عايزه اقول لكم على طريقه اللي قبل الكريم شانتيه، بس خليكم فاكرين معايا ان انا حطيت 4 رطل لبن. دوبت فيهم لكل رطل 3 معالق نشا ومعلقتين سكر. يعني الرطل له 3 معالق نشا ومعلقتين سكر، ودوبتهم على البارد. وبعد كده رفعتهم على النار، على نار هادية لحد ما بقى كريمي معايا. بصوا الخطوة دي راحت مني بصراحة والله. الفيديو انا عاملاه بقالي اكتر من اسبوع ومتعكننه وما كنتش هنزله والله، مع ان الفيديو انا تعبت فيه بجد والله، تعبت فيه قوي. لكن قلت اقول لكم الخطوة كده شفوي، لان هي ضاعت من الفيديو. زي ما انتم شايفين احنا عملنا الكريم شانتيه ازاي. كل رطل لبن هيبقى له كوباية كريم شانتيه. شايفين اللبن ده هو ده اللي انا عملته على النار، شايفين كريمي كريمي. اما قلبته على النار لحد ما تماسك شوية وبقى كريمي. وهنا هنحط الكريم شانتيه على اللبن اللي عملناه بالنشا. خليكم فاكرين، رفعنا اللبن على النار وهو بارد، دوبنا فيه اول النشا والسكر لكل رطل 3 معالق نشا ومعلقتين سكر. وبعد كده بنسيبه يبرد تماما. اللبن والنشا لازم نسيبه يبرد تماما، يبقى سقعان عشان لما نحط في الكريم شانتيه ما يسحش. هنحط هنا بقى الكريم شانتيه هنحطيناه في اللبن والنشا، وهنحط لكل رطل لبن معلقتين عسل كلوكوز. يعني احنا هنحط 8 معالق دلوقتي على ال4 ترطال. طبعا انتي اقسمي الكمية زي ما انت عايزة تعملي رطل واحد، عايزة تعملي رطلين، زي ما انت حابة. الرطل له 3 معالق نشا ومعلقتين سكر ومعلقتين عسل كلوكوز، كوباية كريم شانتيه، معلقة سكر لكل كوباية كريم شانتيه، وكوباية مية ساقعة لكل كوباية كريم شانتيه. والمية تكون سقعانة من الفريزر. زي ما انتوا شايفين هنا بقى هنخلط ده كله لحد ما يدوب، لحد ما يدوب كله في بعضه. الطريقة سهلة وحلوة، بس هي عايزة بقى حتة ان انتي بتصبري. لما اول ما بتنزلي اللبن والنشا من على النار لازم تسيبيه يبرد تماما. هي دي بس الخطوة اللي بتاخد معاكي وقت.
وتكوني مجهزة مية في الفريزر بتلج علشان لما تعملي الكريم شانتيه ويطلع مظبوط معاكي. وسامحوني على المقطع اللي ضاع، بجد والله انا اتعكننت اخر عكننه بسبب الموضوع ده. هو كده الايس كريم جهز معايا. الخطوة اللي جاية ان احنا هنعمل الأطعمة اللي احنا بنحبها. طبعا انا عاملة الكمية دي علشان اعمل لكم كذا طعم في فيديو واحد. هنا هنبدأ نعمل اول حاجة الفانيليا. احنا خدنا شوية من الايس كريم وحطيت عليه نقطتين فانيليا وهقلبه كويس. ده كده الفانيليا خلاص جهز معايا. والله ما في اسهل من كده زي ما انتوا شايفين. وهنا هفضيه في العلب. شايفين القوام؟ هو حتى باين في البولة. ما شاء الله القوام بتاعه كريمي حلو قوي قوي. اهم حاجة انك تدوبي النشا في اللبن على النار، وايدك تقلب بالمضرب باستمرار علشان ما يعملش اي تكتلات. اهم حاجة وانت بتعملي اللبن والنشا على النار ما يعملش اي تكتلات. هنعزز الطعم هنا بايه؟ ان احنا هنحط له شوكولاتة شيبس بيضة مع الفانيليا. هنا بقى هنعمل كمان طعم تاني. شايفين القوام حتى في المعلقة؟ ما شاء الله. هنا بقى ده جيلي فراولة عشان هنعمل ايس كريم الفراولة. ده جيلي فراولة. هنعزز الطعم بقى بفراولة طبيعي. انا كان عندي فراولة طبيعي في الفريزر، ضربتها في الكبة بدون مية. بدون مية ضربتها وهي تلج زي ما انتوا شايفينها كده، وزودتها على الايس كريم عشان اعزز الطعم بتاعه زي ما انتوا شايفين بقى. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي انا مش جايباها من على النت ولا حاجه. الوصفه دي انا جايباها من جارتي واختي وحبيبتي. هي لما حكت لي عن الطريقه عجبتني، فقلت لها لا يبقى يلا نعمله للقناه. زي ما انا استفدت منه وعجبني قلت كمان انتوا كمان تعملوه. ادي طعم الفراوله. هنا كمان هنعمل طعم تاني. انا عملت الاربع ارطال عشان اعمل لكم انواع كتير واطعمه كتير. ده مانجا، ده جيلي مانجا. زي ما انتوا شايفين كده. ودي مانجا كانت عندي في الفريزر، برضو ضربتها في الكبة بدون مية وهي تلج زي ما هي، ما استنيتش عليها لما تفك وهي تلج علشان كمان اعزز الطعم. لكن هنا كان في حاجة ان اللون طلع فاتح قوي بتاع المانجا، بس الطعم تحفة. الطعم طلع تحفة. يعني ممكن انت تزودي تجيبي نقطتين لون طعام وتخلي لونها لون المانجا، لكن انا ما كنتش اعرف انه هيطلع فاتح قوي كده، فانا ما كنتش جايبه لون طعام يعني. شايفين ما شاء الله. بجد ما تحرمش منها جارتي حبيبتي فيروز على الوصفه الحلوه اللي هي ادتها لي. ما اقدرش انكر طبعا ان هي وصفتها. وهنا كمان هنعمل طعم كمان. الطعم اللي جاي ده ان شاء الله ده ليمون زي ما انتوا شايفين، وبرضو حطينا جيلي الليمون بس هنا حطينا لون طعام اخضر. وهنا هنعمل المشمش، برضو جيلي مشمش، والليمون كنا جايبين جيلي ليمون. وادي جيلي المشمش.
بنضربه كويس لحد ما يدوب زي ما انتوا شايفين كده. يبقى احنا عملنا كام طعم؟ زي ما انتوا شايفين، عملنا فانيليا، عملنا فراولة، عملنا مانجا، عملنا ليمون، عملنا مشمش، وادي كمان الشوكولاتة. ده كاكاو عادي خالص كان عندي والله في البيت، ما اشتريتوش. هي كانت قالت لي هاتي كاكاو اسباني، طبعا احنا نسينا نجيبه، فقلت لها طب احنا نحط كاكاو من اللي في البيت عادي، وطلع حلو برضو. انت بقى متوفر عندي كاكاو عادي في البيت ماشي، مش متوفر هاتي كاكاو اسباني. شايفين ما شاء الله وقوامه عامل ازاي؟ شايفين القوام؟ ما شاء الله طلع تحفة تحفة تحفة. هنا برضو هنعزز الطعم بشوكولاتة شيبس. شايفين ما شاء الله؟ بجد مش قادرة اقول لكم على حلاوة الايس كريم ده. طلع حلو قد ايه، ما تحرمش منك يا فيروز يا رب على الوصفة الجميلة دي. وانا كمان حبيت اشارك فانزاتي بالوصفة دي لان حلوة قوي وتستاهل. وعايزاكم تسامحوني على المقطع اللي ضاع مني، لان بجد انا اتعكننت والله وزعلت قوي. زي ما انتم شايفين الكمية قد ايه طلعت حلوة، والأطعمة كتير. يا رب وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لايك وشير ودعم للقناة، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.